السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جماعة جيت لكم بقى بروتين الشتاء زي ما وعدتكم. بصوا بقى، هو الروتين انا كنت بادئه بصوا بحماس ونشاط، وبصوا كنت مبسوطة قوي. بس هتحصل حاجة في نص الفيديو، تابعوا معايا وصلوا على النبي كده وحطوا اللايك، وانا هحكي لكم على اللي حصل في نص الفيديو. بس بالله عليكم، اللي هيلاحظ بقى يكتب لي في الكومنتات، بس انا يعني هقول لكم بس في نص الفيديو. حطوا اللايك كده، واللي ما صلاش على النبي ينزل يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادعوا لي دعوه حلوه كده ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا جماعه بالله عليكم، كله يصلي على النبي زي ما وعدتكم. بصوا بقى يا جماعه، انا كده طلعت الحاجات بتاعت الشتاء وكده. بحط بقى، بصوا انا فرشت السرير اهو بعد ما نفضته. انا مسرعه على قد ما اقدر، لاني انا صورت يعني الاوضه دي عملتها بضمير شويه. شايفين زي ما انتوا شايفين كده بفرش اهو. بصوا هنا كانت الملايه دي اخترتها علشان هي سادة من فوق كده، فقلت احط عليها المفرش عشان الشتا بقى وكده. زي ما وعدتكم، يعني قلت لكم ان انا هعمل معاكم الروتين الشتاء وعملته معاكم. بس الاوضه خلصت بسلام. هو مفيش مشكله في الاوضه دي، الاوضه دي عدت بسلام الحمد لله يعني. وهخليكم دلوقتي تشوفوا شكلها. دلوقتي بصوا هتتغير 120 درجه. يعني فعلا الفرش بيغير الاوضه تماما. وطلعت هنا البطاطين الاطفال برضك هوريكم دلوقتي، علشان خاطر بقى خلاص بقى كده نتغطى بقى ايه بالبطاطين وكده وخلاص بقى. مع السلامة الصيف كده على كده. بصوا هنا بقى نفضت والبتاعة دي هتتكسر برضو. بصوا النهاردة يوم حوادث يا جماعة، والله العظيم مش عارفة ايه ده. بس الحمد لله على كل حال يعني. بصوا نفضت اول حاجة نفضت الدولاب ونفضت الكوموديو هن كده. علشان خاطر ايه الدنيا تبقى نظيفة. وقمت ماسحه الارض زي ما انتوا شايفين. بصوا خليت الارض زي الفل. بصي هنا قفلت الباب، ما خدتش بالي اصلا ان انا حاطه التليفون. فزي ما انتوا شايفين كده. بصوا ايوه هنا كنت بقى خلصت والارض نشفت. حطيت بقى الحافظه كده. بصوا كنت عايزه احط السجاد، بس قلت لا، خلي الحافظه خفيفه عشان لما عاوزه انفضها اشيلها انفضها على طول. عشان بتضايقني في الشيل والحط وكده. زي ما انتوا شايفين اهو. فرشتها وخليتها اهي. بصوا عروسه الاوضه ما شاء الله عليها، بقت عروسه. هنرش المعطر بقى زي ما انتوا شايفين. هنا كنت بوريها لكم بقى. وهنقفل الشباك عشان خاطر يبقى كده خلصنا الاوضه خالص. بصوا بقى هنا كنت بوريكم العصايه اللي اتكسرت. شايفين النهارده يوم حوادث والله يا حبايبي، بس الحمد لله. كده طلعت البطانيه. مرضتش اطلع اللحاف، قلت البطانيه احسن عشان تدفي. وهنرش بقى المعطر، بس مش عارفه ما صورتلكوش ليه، بس انا رشيت معطر والله. بصوا هنا بقى دخلت على الأوضة دي برضو، هنا مرت بسلام برضو. بس اعذريني بقى يا حبايبي عشان هنا قفلت كتير بسبب اللي حصل. بس الحمد لله يعني، الحمد لله على كل حال. بصوا هنا كنت بنفض بقى والغسيل لازم يتشال. فهشيل الغسيل كده دلوقتي، لاني طبعا انتوا عارفين الغسيل ده موال وموال. وانا هنا يعني بغسل كل حوالي دقيقتين. بصوا هنا كنت قفلت وبصوا شلت الغسيل كله. هروح دلوقتي اشيله بقى فين؟ في الأوضة والله. ومش هطبقه كمان، يعني قلت احطه كده لحد بكرة ان شاء الله واطبقه. لان الشقة هدت حيلي اقسم بالله. زي ما انتوا شايفين كده. همسح برضو النيش. بصوا. وانا هنا كنت مروقه الكنبه دي، وروقت برضو الكنبه دي، بس ما صورتش. مش عارفه ليه هنا ما صورتش. ما كنتش عارفه اصور كويس. ليه مش عارفه. وهنا عملت النيش برضو وما خدتش بالي ان انا مش باينه يعني. بصوا كنت بعمل النيش وما خدتش بالي والله ان انا مش باينه. وهنا بقى كنت خلصت وتقريبا مسحت. او تقريبا كده مسحت، بس برضو ما جبتش لان العصايه لما اتكسرت انا ما كنتش عارفه اصور ازاي اصلا وهي العصايه مكسوره. فقلت بقى لما اشتري العصايه الجديده هبقى اصور لكم وانا بمسح. بصوا هنا كنت مسحت وايه. وهحط الحافظه كده معاكم. حتى انا ما حطيتش الحافظه دي. يعني قلت ابدل، حطيت الحافظه التانية الناحيه التانية وحطيت الحافظه دي الناحيه دي. شايفين؟ حتى خدت بالكم لو خدت بالكم يعني. كنت حاطه انا الكشمير هنا المره اللي فاتت، بس انا غيرتها قلت احط بقى دي احسن. يعني تغيير عشان
محمد يحس ان انا ايه غيرت مسحت وكده، فاهمين؟ بس كده. ونخش بقى على الايه، على الركنة. وهنا بقى حصلت الحادثة يا حبايب قلبي. شايفين الكنبة دي؟ انا وانا بروقها لقيت تراب فوق الستور، فقلت لازما انفض التراب اللي فوق الستور. فطلعت عشان انفض التراب فوق الستارة. فعايزة اقول لكم كنت لسه مسحة، فالارض كانت فيها صابون يعني ومية وكده. فعايزة اقول لكم ان انا خدت لما والله العظيم خدت وانا نازلة كده قمت واخدة البلاط كله كده على ظهري. انا كنت مسحت وما كنتش برضو وريتكم، لاني كنت يعني زعلانه قوي الصراحه اللي انا وقعت. مش بحب اقع كده يعني، بس يلا الحمد لله. فهنا ما كنتش الصراحه. وهنا برضو ما رضيتش، بصوا ما كنتش قادره اشيل البتاعه دي احط مكانها البتاع بسبب وجع ظهري. دخلت بقى على اوضه النوم. دي كانت سهله قوي بقى. بصوا انتوا عارفين طبعا احنا ما بنقعدش في اوضه النوم دي خالص، بقينا نقعد في اوضه الاطفال بسبب ان اوضه النوم يعني ايه خانقانه وكده. ف يعني والله العظيم بشغل قرآن على طول. بس يعني الحمد لله على كل حال يا جماعة، الحمد لله. اللي ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك يا حبايب قلب أمينة. واللي كان مستني روتين الشتاء اهو عملت لكم روتين الشتاء اهو. قدروني بقى وحطوا اللايكات. بصوا هنا كنت بنفض بقى كده التراب. بصوا مع اني ما كانش فيها تراب، الاوضه اول مره اروقها يا جماعه وتبقى نظيفه كده. بس انا بقى قلت انا ما عملت الشقه كلها لازم انا اعمل الاوضه كمان. مش معقوله يعني هعمل الشقه كلها ومش هعمل الاوضه. قولوا لي ايه رايكم في الملايه دي؟ انا حبيت افرشها كده مشغوله. وبرضك هحط عليها اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو المفرش برضك الدفايه دي. حطيت عليها دفايه حلوه كده. قلت ايه بقى، ان شاء الله باذن الله على رمضان هجيب ملايات جديده للاوضه الاطفال واوضه النوم. يعني هجيب لي الطقم كله اسود. مش عارفه ليه عاجبني قوي نظام الملايات السودا. بحبها قوي، يعني بتبقى مديه وقار كده للاوضه. بحسها لونها حلو يعني الصراحه يعني. فان شاء الله انتظروا كده ايه يعني، هبهركم باذن الله. بس انتوا ادعولي بس. بصوا يا جماعه كده بقى ايه، كنت فرشت السرير زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى هنا المفرش. بصوا المفرش شكله جميل ازاي، ولونه حلو قوي كمان. لونه بنفسجي كده، مدي شكل حلو كده. كنت بقى بصوا جنني المفرش ده والله. هو قصير شويه والسرير كبير عليه. بصوا جنني. فضلت اظبط فيه لحد ما قرفني في حياتي. بس انا مجريه الفيديو يعني. بصوا مرضتش اطلع بقى بطانيه هنا. قلت كده كده احنا اصلا ما بنقعدش فيها، فما ملهاش لازمه يعني اطلع بطانيه فيها والكلام ده. احنا كده كده مش بنقعد فيها كتير. هنا كنت جبت بقى البريسول عشان لو في نمل او حاجه. بس الحمد لله النمل خف قوي من عندي، لاني انا بمسح على طول وبرش اللي هو علاج النمل ده على طول. فالحمد لله خف شويه من عندي. يعني كان الصراحه النمل مبهدلني خالص. بصوا يا جماعه كده كنت بقى بظبط ايه الكومودينو وبحط عليه اللي هو بتاع النمل ده اللي هو البريسول ده. وبمسح كده. ولسه برضو همسح الارض. مش عارفه اصور لكم وانا هنا بمسح الارض ولا مش هصور لكم. بس انا يعني كنت ايه من ساعه ما خدت الوقعه اللي انا بقول لكم عليها دي وانا كنت مقريفه الصراحه. زعلانه شويه بس صورت لكم وانا بمسح. بصوا مكسوره اتكسرت، فعشان كده ما كنتش عارفه اصلا اصور لكم ازاي. بس ان شاء الله انا لما انزل اول ما انزل السوق هجيب واحده جديده يعني، هوريكم برضو. وكده حطيت السجاد ورشيت المعطر وباي باي.